مرحبا بكم مجددا في قناة تركيا دراما تيفي. في هذا الفيديو المميز سنتحدث عن كل ما يخص مسلسل عائلة شاكر باشا. سنتناول تفاصيل الحريق الذي حدث مؤخرا في موقع التصوير والأضرار الضخمة التي وقعت، بالإضافة إلى الأخبار الحصرية حول الحلقة الرابعة المنتظرة والإشاعات عن انضمام نجوم كبار إلى العمل. استعدوا لتفاصيل مثيرة جدا، فتابعوا معنا للنهاية. شهد موقع تصوير مسلسل عائلة شاكر باشا حدثاً مأساوياً تسبب في خسائر هائلة. وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن فريق الإطفاء، تعرض قصر عائلة شاكر الذي يستخدم كموقع أساسي للتصوير لحريق كبير نتيجة ماس كهربائي. الحريق دمر الديكور بالكامل وأسفر عن خسائر مالية قدرت بأكثر من 50 مليون ليرة تركية. هذا الرقم يعكس حجم الأضرار الضخمة التي لحقت بموقع التصوير، مما أثار تساؤلات كبيرة حول قدرة شركة الإنتاج على مواصلة العمل. في البداية، توقع الجميع توقف التصوير لفترة طويلة، ولكن المفاجأة جاءت من شركة الإنتاج التي أعلنت أنها تعمل بسرعة كبيرة على تجهيز الحلقة الرابعة لعرضها في موعدها المحدد يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير. رغم كل الظروف الصعبة والخسائر الكبيرة، قررت شركة الإنتاج تقديم حلقة مميزة جدا للجمهور. الحلقة الرابعة لن تكون كسابقاتها، بل ستكون مختلفة تماما. وفقا للتقارير، ستكون الحلقة شبه ثائقية، حيث ستسلط الضوء على تاريخ عائلة شاكر باشا، علاقتها بالقصر الفخم الذي كانت تعيش فيه، ودورها البارز خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد. حتى الآن لم يتم نشر أي إعلان رسمي للحلقة، مما جعل الجمهور في حالة ترقب شديد. شركة الإنتاج تخطط لأن تكون هذه الحلقة مفاجأة كبيرة لمحب المسلسل، وربما تفتح الباب لاستكمال القصة بطريقة مميزة. أما بالنسبة للأخبار والإشاعات التي تتداول حول العمل، فقد ظهرت العديد من التفاصيل المثيرة مؤخراً. دعونا نوضح بعضاً منها. انضمام مريم أوزيرليا، الممثلة الشهيرة مريم أوزيرليا التي عرفناها بدورها في حريم السلطان، ستشارك في عائلة شاكر باشا، ولكن دورها سيكون كضيف شرف ولن يستمر طويلاً. إشاعة انضمام كيفان شتاتليوتوغ. انتشرت أخبار كثيرة حول مشاركة النجم كيفان شتاتليوتوغ في المسلسل، حيث قيل أنه سيظهر كعشيق لشخصية روزيلا لمدة 5 حلقات، لكن هذه الأخبار تم نفيها رسمياً لاحقاً. الإشاعة بدأت من بعض معجبي مريم أوزيرليا الذين كانوا يرغبون في رؤيتهما معا مجدداً. كان أورغانجي أوغلو. داولت بعض التقارير أخباراً عن لقاءات بين كان أورغانجي أوغلو منتج المسلسل فاتح أكسوي. حتى الآن لم يتم تأكيد أي اتفاق رسمي. البعض يعتقد أن كان قد ينضم إلى مسلسل عائلة شاكر باشا، بينما يرى آخرون أنه قد يظهر في أعمال أخرى مثل حب بلا حدود أو مشروع تركي جديد. انضمام ممثلة كبيرة. هناك إشاعات قوية عن انضمام ممثلة شهيرة إلى كاسة المسلسل. رغم عدم الكشف عن اسمها حتى الآن، تشير التوقعات إلى أنها قد تكون مفاجأة كبيرة للجمهور. الحلقة القادمة قد تحمل الكثير من المفاجآت. هل ستكون حلقة توثيقية بحتة تسلط الضوء على تاريخ العائلة؟ أم سنشهد استكمالاً للأحداث التي توقفت في الحلقة الثالثة؟ لا يزال هذا السؤال مفتوحاً للجمهور.